تخيل انه الرسول يقول عليك انت امعه. عشان الرسول انه يقول على انسان امعه من فراغ. كاين الناس بزاف مسلمه ولكن ما على بالهاش باللي الاحتفال براس السنه حرام ولا يجوز وهو مخالفه للدين تاعها. وصف لي احساسك برك وانت تحتفل مع ناس يضعون مع الله الها اخر. والله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. مثال بسيط باش توصلك الفكره. تخيل انه يكون انسان في المحيط تاعك انت تتقرب ليه بكل وسائل الحب وهو ينفر منك، بل بالعكس يسخر منك ويسبك وينتقدك ويضحك عليك. هكذا هم النصارى، يسبون الرسول عليه الصلاه والسلام ويسخرون من ديننا ويسخرون من شعائرنا، يسخرون من الصيام ويسخرون من العيدين. ومع ذلك كاين بعض الناس يحتفلوا بالشعائر نتاعهم ويحيوا حفل راس السنه الميلاديه. انا نشوف في هذا قمه الذل والاهانه وضعف الشخصيه والامعه. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تكونوا امعه. باش تدي اجر هذا الفيديو دير لايك وشارك هذا الفيديو باش تعم الفائده.